لكن قبل ما نبدأ خليني أوضح لك السلسلة دي هتمشي إزاي، لأن الهدف في السلسلة مش إننا نشوف شوية فيلل ونقعد نحلل فيها ونقول إن دي حلوة ودي وحشة، لا، أنا عايز السلسلة دي تكون رحلة تعليمية توصلك في النهاية إنك تقدر تصمم واجهة في الآخر. هنبدأ الأول بإزاي نقرأ ونحلل أي واجهة عن طريق النقاط اللي ذكرناها الحلقة اللي فاتت. بعد كده هنفهم الفكرة اللي وراء التصميم، وده موضوع الحلقة بتاع النهاردة، الفكرة التصميمية. ده هنبدأ نطبق طريقة التحليل دي على الفيلل الحقيقية أو فيلل من بنترست، ونشوف إيه اللي نجح فيها وإيه اللي ممكن يتعمل بشكل أفضل وليه. وبعد ما نبني عندنا طريقة تفكير وتحليل هنبدأ ننتقل للمرحلة المهمة جدا وهي مرحلة التصميم. هناخدك من مرحلة البلانات 2D إلى مرحلة ال 3D. وهنا الهدف مش إن إحنا نشرح البرنامج ال 3D، لا، الهدف إن إحنا نفكر إزاي بتصميم الواجهة من وإحنا لسه شغالين في التصميم المعماري ال 2D. هنفتح البرنامج ال 3D ونبدأ نعمل ماسنج ونعمل فتحات ونفكر مع بعض في الخامات ونشوف إزاي هنعمل تصميم واجهة بناء على التحليلات السابقة وبناء على النقاط اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي. يعني ببساطة الرحلة دي أنا لخصتها في 4 كلمات. ممكن نقول إن إحنا افهم، أحلل، أقيم، أصمم. أفهم إن أنا أفهم الواجهة عن طريق النقاط اللي ذكرت. أحلل إن أنا أحلل الفكرة التصميمية بتاع الواجهة. أقيم التصميم بقى ده ناقصه إيه أو محتاج إيه، لا هو كامل، لا كويس، لا حلو، لا وحش. بعد كده نبدأ المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة 2D لل 3D اللي هي مرحلة التصميم. دي كده السلسلة بتاع تحليل وتصميم الواجهات المعمارية. حبيت بس أقول لك هي هتمشي إزاي معانا.